حطي الشمعة تحت السجادة وانتي هتحلي مشكلة بتواجهك في بيتك. فيديو النهاردة مليان أفكار وحيل بإذن الله هتعجبك ويا ريت تحطي لايك وتقوليلي بتتابعيني منين وتصلي على النبي. ويلا ندخل على أول فكرة. الفكرة الأولى زي ما انتي شايفة كده دي شماعة قديمة عندي أنا. فتحتها من الجزء ده. كسرتها كده، مش كسرتها، أنا جبت السكينة وسخنتها على النار وفتحت الجزء ده وحطيت شوية ورود عندي كده وخرز، وزي ما انتي شايفة كده فيونكة بالستان، واستخدمتها في ان انا علقت فيها بكرة المناديل اللي موجودة، اللي دايما بنبقى حاطينها كده على المطبخ منعرفش ليها، وحتى الحامل بتاعها بيتملي اتساخات لو اتحط على الرخامة. فدي احسن طريقة تحطي فيها الرول بتاع المناديل. الفكرة اللي بعد كده، طبعا كلنا لما بنيجي نشغل عود البخور زي ما انت شايفين كده بينزل رماد وبيبهدل لنا الدنيا، وبنبقى مش عارفين نثبته فين. الفكرة دي حلوة جدا يا جماعة. هتجيبي مشبك وهتجيبي ازازة بلاستيك، اي ازازة بلاستيك، وهتقلبي هتقلبي العود لجوه زي ما انت شايفة كده وهتثبتيه بالمشبك. هيطلع كل الدخان بتاعه لبره. زي ما انت شايفة كده هو الازازة مليانة بالدخان. هيطلع الدخان، هتطلع الريحة بتاعة البخور زي ما انت شايفة كده. هتبقى كأنها فواحة في بيتك. لو عملتي سمك، عملتي ريحة البيت بقى قلي، هتشغليها كأنك مشغلة فواحة بالظبط. وفي نفس الوقت مش هتخافي، انت ممكن تسيبيها وتخرجي كمان لان مش خطر. الازازة كمان من جوه هتخليها مندية شوية بالمية. الفكرة اللي بعد كده، كلنا بنعاني من مشكلة ضياع فرد الشرابات، وان انا اما باجي بحطها مع الغسيل ببقى بجمعها بصعوبة. الفكرة هي انك هتجيبي الشبكة دي، بتبقى موجودة عند مثلا بيبقى فيها لعبة أطفال، بتبقى فيها ليمون بيتباع في السوق. هنجمع فيها كل الشرابات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنعقدها من فوق وهنحطها في الغسالة وهتطلع نضيفة زي الفل زيها زي الغسيل، وهنتخلص من مشكلة ضياع فرد الشرابات يعني كتر ان انا ادور عليها في الغسيل. كمان الفكرة بقى الأساسية عندي في الفيديو زي ما انتوا شايفين كده، حطيت الشمعة تحت السجادة. يا ترى حطيتها ليه؟ هقول لكم ليه. كلنا بنعاني في اوقات من زحلقة المشاية على السيراميك، او طفل يكون معدي يقوم متزحلق. ففي نوع من المشايات معين بيزحلق، يعني دي مشاية عندي قدام الباب بتزحلق. انا حطاها، فهعمل ايه؟ هجيب الشمعة زي ما انتوا شايفين كده وهنقط نقط منها. النقط اللي بتنزل من الشمعة دي هتثبت لي المشاية وهتخلي مشكلة الزحلقة وان هي تتزحلق من على السيراميك هتروح. جربوها وبإذن الله تعجبكم. الفكرة اللي بعد كده، عايزين بقى يا جماعة كلنا كده يكون عندنا الكور دي من ورق الفويل او ورق الألمونيوم بأحجام مختلفة. يعني نعمل مثلا كرة كبيرة شوية، كرة وسط، كرة صغيرة. هقولكوا أنا بستخدم الكور دي في ايه. بجد والله العظيم يا جماعة الكور دي أحسن مادة حافظة البقوليات أو الرز أو لأي حاجة. الفكرة اللي بعد كده هي كلنا يا جماعة الشاشات بتاعة الموبايل بتاعتنا بتبقى شاشة الموبايل بتاعنا يعني بتبقى مبصمة كده ومطبعة. واحسن، ومش هجيب طبعا اي حاجة امسحها بيها مية او جلانس او كده. احسن طريقة لمسحها هي الكمامة. هنجيب اي كمامة كده خلاص عندنا، وهنبتدي نمسح الشاشة بكل سهولة من غير ما احط اي حاجة، من غير ما احط حتى مية ولا اي ملمع زجاج خالص. بصوا يا جماعة الفرق بين نص الشاشة دي ونص الشاشة دي. مجرد بس بمشي الكمامة على الشاشة زي ما انتوا شايفين، تنفع بقى في شاشة التلفزيون، شاشة الكمبيوتر، اي شاشة. بس هتمشوا الكمامة على الشاشة كده وهترجع. بصوا عاملة ازاي، بتلمع ازاي. ما حطيتش اي حاجة يا جماعة. احسن حاجة في تلميع الشاشات هي الكمامة. اعتمديها عندك وبإذن الله جربيها هتعجبك. الفكرة اللي بعد كده، أحيانا بيتكب مننا زيت على الأرض أو على الرخام، أو حتى لو ممكن لا قدر الله بيضة تتكسر مننا غصب عننا تقع. عايزة أقول لكم اوعي تجري تجيبي فوطة مبلولة وتمسحي بيها الزيت أو البيض المكسور. أحسن طريقة إن انتي تمسحي بيها الزيت أو البيض المكسور، هتجيبي شوية دقيق، شوية دقيق بس كده، هتكبيها على بقعة الزيت او شوية البيض اللي اتكبوا منك. طبعا بيض مع مية يعني زفارة صعبة، وزيت مع مية برضو يعني تليط للأرض، والأرض مش هتتمسح بسهولة أبدا. هتبتدي بقى تعملي حركات دائرية كده بالدقيق
كل الزيت هييجي الدقيق هيمتصه ومش هتلاقي أثر ليه حرفيًا، المكان اللي اتكب فيه زيت هيرجع زي الفل. كل اللي هتعمليه بس هتجيبي فوطة، بصوا يا جماعة أهو الزيت كله اتلم، بقعة الزيت كلها اتلمت في الدقيق زي ما انتوا شايفين. هتجيبي فوطة وهتمسحي الرخامة وهترجع زي الفل، سواء بقى على الرخامة سواء على الأرض، أي حتة. الفكرة اللي بعد كده أحيانا بنبقى عايزين نعمل سندوتش جبنة بالخيار، بس مش عايزين ناخد الخيارة كلها، مجرد بس عايزين كام شريحة كده من الخيار وبس. مش هينفع طبعا نحط الخيارة كده مفتوحة عشان هتدبل في التلاجة. تمام. ايه احلى فكرة هنعملها زي ما انتوا شايفين كده، هجيب الجزء اللي هو في اول الخيارة زي ما انتوا شايفين، وهجيب خلة اسنان وهدخل الخلة في الخيارة بالشكل ده، واحطها في التلاجة كأني ما عملتش اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده، وهستخدمها بقى تاني، والخيارة مش هتدبل ولا اي حاجة، وطبعا مش هنرميها. خلاص. الفكرة اللي بعد كده دي فكرة بقى يا جماعة للطوارئ الأولية في المطبخ. كل اللي هعمله هجيب كيس واحط فيه شوية دقيق، وهبرم الكيس كده، خلاص، حبة كده من الدقيق، وهبرم الكيس كده كويس قوي. تمام. وهقول لكم بقى هنعمل بيه ايه. الفكرة دي حلوة جدا، ان احنا بس كل اللي هنعمله هنحط الكيس ده في الفريزر، ولا قدر الله بمجرد لما يجي عليكي مثلا مثلا طرطشة زيت لا قدر الله، او تتلسعي من السخونية بتاعت الحلة، كل اللي هتعمليه ان انت هتطلعيها من الفريزر وهتحطي فيها ايدك على المكان اللي فيه الحرق، هيهدى، وبجد بجد هتحسي بتحسن بسرعة جدا. الفكرة اللي بعد كده هي، بصوا يا جماعة كلنا كده عندنا سبت الغسيل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا فيه كام عين، انتوا شايفين فيه كام يعني مخرم، كام خرم. بصوا بقى يا جماعة انا بستخدمه في ان انا بحط فيه الشرابات او اي ملابس داخلية، انا مش حابة ان انا انشرها على الحبل. الفكرة الأخيرة في فيديو النهاردة بجد فكرة عبقرية، وبإذن الله بإذن الله هتدعيلي بعدها. بس يا ريت بقى يكون عندك حتة صنفرة زي ما انت شايفة كده، بتجيبيها من عند أي موان، خلاص، وبتقطعي جزء صغير منها كده، وهيكون عندك مشبك كده أي حجم، مش شرط مشبك يعني بالحجم اللي أنا جايباه كده معايا في الفيديو، وهنحط حتة الصنفرة في المشبك زي ما انت شايفة كده. وهجيب اي بقى سكينة عندي انا محتاجة سنها، وهبتدي ان انا امشي بالمشبك كده على سن السكينة، عشان انا بعمل كده مسن ببلاش للسكينة. طبعا انا مش هينفع امسكها واسنها بايدي، طبعا انا بحط المشبك ده بديل لايدي عشان ما اجرحش ايدي، لان السكينة عايزة اقولك هتبقى حامية جدا جدا، وبجد بجد هتنفعك قوي مثلا وانتي بتقطعي لحمة والعيد الكبير جاي، لاي حد مثلا هيذبح او كده. بجد بجد فكرة عبقرية واعتمديها عندك. بس بقى يا ريت تصلي كده على النبي في كومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.